عبد الرحمن، طبعا احنا قبل ما نبدا بقى مع عبد الرحمن، امس كان في هناك انتخابات اللجنه البارالمبيه المصريه، طبعا خلال فتره من 2022 الى 2000 من 2024 الى 2028. وكانت تعتبر امس يعتبر اشرس انتخابات، لان كان اتنين على الرئاسه، اتنين على النائب الرئيس، اتنين على امين الصندوق، و17 على اعضاء مجلس اداره، 17 عضو. فدي كانت اكتر انتخابات بالنسبه لعدد الافراد اللي كانوا متواجدين. فاز في انتخابات امس طبعا الدكتور حسام الدين مصطفى، طبعا وهو طبعا مشهود له بالكفاءه ومن الشخصيات الرياضيه السابقه المحترمه. كان رئيس نادي القاهره قبل كده، وكان رئيس اللجنه البرلمانيه المصريه لفتره قبل لندن، وكان الفتره المجلس السابق. على منصب النائب طبعا المهندسه امل مبدة. امل مبدة طبعا نقول صاحبه فكره قادرونا باختلاف، اللي طبعا كان بيحضرها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اكثر من 5 سنوات، وعامله مجهود كبير جدا على النطاق المحلي والعربي والدولي. وكانت ايضا رئيس الاتحاد المصري للاعاقات الذهنيه. عندنا الدكتور اشرف العجيلي على منصب امين الصندوق. طبعا اشرف العجيلي نائب رئيس مجلس اداره الاتحاد الذهني، وكان عضو مجلس اداره اللجنه البارالمبيه سابقا، ومن الشخصيات، وهو استاذ اداره الرياضيه ومن الشخصيات المحترمه جدا. كابتن ابراهيم امين كان عضو مجلس اداره اللجنه البارالمبيه المصريه الدوره اللي قبل الماضيه، وكان مسؤول عن رفع الاثقال، وهو حاليا رئيس الاتحاد رفع الاثقال تحت التاسيس. ايهاب حسنين طبعا، اللي شايفهم له حضراتكم طبعا. انا ايهاب حسنين كنت عضو مجلس اداره المجلس الماضي ورئيس الاتحاد العربي والافريقي. وكابتن محمد يحيى يوسف او استاذ محمد يوسف، اللي هو سكرتير عام نقابه الصحفيين، وكان عضو مجلس اداره في المجلس السابق. وايضا الاعلامي رامي عبد الحميد، وهو صحفي ايضا، وكان عضو مجلس اداره في المجلس قبل الماضي، وهو حاليا امين صندوق اتحاد الاعاقات، اتحاد المكفوفين. العميد خالد سمير طبعا من الشخصيات المحترمه، وهو نائب رئيس اتحاد الكانوي، وكان موجود امس. فهم دول الاعضاء اللي ان شاء الله ربنا يوفقهم في الفتره القادمه. الجمعيه العموميه كان 14 صوت كانوا موجودين، وطبعا احنا بنشكر اللي كانوا متواجدين معانا. لو لقينا صورهم هنا دلوقتي على البلازما، اعضاء الجمعيه العموميه من الشخصيات المحترمه جدا اللي كانوا متواجدين. طبعا ده طبعا الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبيه الحالي، وانا موجود، والمهندسه امل مبدة طبعا نائب رئيس مجلس اداره اللجنه البارالمبيه. وهنا اعضاء مجلس الاداره بقى اللي هم الجمعيه العموميه من العالمين الاستاذ محمود الشيخ، واللي على جنبي السيده طبعا ناديه صبحي من التراسلون، والاستاذ حسام طبعا من حسام مبارك جاي بقى من سوهاج مخصوص، هو مندوب الشلل الدماغي. وطبعا على الشمال كابتن هشام كان من احد المرشحين، لكن لم يوفقه الحظ، هشام المسيري. ودول الاعضاء اللجنه اللي هو الاستشاريه اللي كانوا موجودين، المستشار محمد الاسيوطي، وعلى يمينه الاستاذ احمد عبد العليم، والاستاذ المستشار محمد عبد العزيز واحمد عبد العزيز، وعلى شماله طبعا المستشار محمد مصطفى رئيس اتحاد التايكوندو، وكان متواجد هنا بصفته طبعا ايضا مندوب عن الجمعيه العموميه في حضور الانتخابات امس. وطبعا العميد خالد سمير اللي واقف فوق طبعا قاعد واقف جنبي، واحمد عبد العليم. هنا طبعا المستشار محمد الدمرداش واعضاء نادي الزهور اللي كانوا واقفين معايا بصفتي عضو في نادي الزهور، ومع معظم قيادات الاتحادات، لان نادي الزهور على الاقل فيه 6 ولا 7 او حوالي 8 دلوقتي، لسه في انتخابات ثانيه، على الاقل 10 من اعضاء نادي الزهور
اعضاء اتحادات، وطبعا مستشار ايهاب الشريطي ومستشار محمد الدمرداش كانوا موجودين، والاستاذ احمد مصطفى، وكل دول موجودين من نادي الزهور كانوا موجودين، استاذ احمد كمال. وهنا الاستاذ وجيه عزام رئيس اتحاد الدراجات كان موجود امس، واحنا بنشكره طبعا، كان موجود في الجمعيه العموميه. الاستاذ مصطفى عبد الموجود طبعا من التجديف، من الشخصيات المحترمه، وبنبارك له انه فاز امس ايضا في انتخاباته. والكره الطايره كابتن عصام شحاته وكابتن اسلام موجودين طبعا. والاستاذ محمد يوسف علمة كان عضو اتحاد الفروسيه كان متواجد. وطبعا سياده اللواء وليد المليجي طبعا مندوب عن نادي او اتحاد الفروسيه، اتحاد القوس والسهم. والكابتن معتز عاشور رئيس اتحاد التنس، وهي كان مندوب عن اتحاد التنس في الجمعيه العموميه. كل دول بنشكرهم. وطبعا اللواء ايمن شويته طبعا رئيس اتحاد التجديف كان موجود وبنشكره. كل دول موجودين، ناس اتحدوا وقدروا يختاروا الجمعيه اعضاء مجلس اداره اللجنه البارالمبيه السابقه او الحاليه طبعا، واحنا بنشكرهم على تواجدهم في اختيار من يقود المنظومه الرياضيه للبارالمبيه. وبالمناسبه اعتبر انا في مجلس الاداره الحالي اللاعب البارالمبي الوحيد من ذوي الاعاقه في المجلس البارالمبي الحالي، مجلس اللجنه البارالمبيه المصريه. فطبعا شرف لي ان اكون ممثل المعاقين او اللاعبين البارالمبيين اللي متواجدين في المجلس الحالي، لان معظم ذوي الاعاقه اللي كانوا داخلين في الانتخابات لم يوفقهم الحظ في النجاح في الانتخابات. وطبعا اتمنى طبعا ان اكون صوره او على قد المسؤوليه لابراز صوت ذوي الاعاقه في اللجنه البارالمبيه المصريه في الفتره القادمه ان شاء الله. واكيد المجموعه اللي معانا كلهم قيادات ومن الشخصيات المحترمه، اكيد هيساعدونا في انجاز ونجيب ميداليات كبيره جدا في اللجنه في الميداليات عشان اولمبياد 2028. وبنشكر معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي طبعا على دعمه لينا كلنا ودعمه رياضه ذوي الاعاقه في مصر، واللي طبعا في انجازات كبيره جدا ظهرت في عهد معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي اللي بحييه من هنا. نرجع